عرفتي هنا كاينه واحد الظاهره اللي عمرني شفتها في حياتي اول مره. you're a collector or Well, I'm a scientist. scientist. okay. كاين بحال هاد المناظر اللي الناس كيمشيو لهم كيقلبوا عليهم في بني ملال الشمال ولا شي زلقتي هنا صافي مشيتي. مرحبا بكم في سلسلة جديدة ديال جولة على الأقدام. اليوم غادي نمشيو لشلالات آيت الحسن اللي بعيد على مدينة أكادير بتقريبا 30 كيلومتر وكيتواجدوا حدا قرية آيت الحسن. كما العادة كنوريكم نقطة ديال البداية ديالنا اللي كانت فواحد المنظر اللي هو زوين ويبشر بالخير. وكما العادة عكازي سر نجاحي ديما معايا ما كيخطانيش وعلى بركة الله. شتي عبد الرحيم الماء عرفتي منين جينا من شتي هنا كيبان لك هنا داك لتحت جينا طالعين اي تحت من النخله المقطعه جينا سمينا طالعين. عييتي؟ انا ما عايش. انا صراحه عييت. هنا داير بحال الغابه ياك استوائية. غابه استوائيه. احنا مازال في الغابة. عرفتي الصوت تاع الماء كثير فين ما مشيت كاين الصوت تاع الماء. شنو النخل قداش هاي وغادي حتى لتحت راه تحت من حنا فين كاينين. هذه بلونت كرامبونس ياك ولكن كتزرع بلي كرام بغينا نهزوها زعما نزرعوها ولكن لا ما تقدريش تهزيها نيشان تديها عندك خاص ضروري الزرعه ديالها حتى ياكلوهم الناس فيهم الدواء اللي غاسلين ديالها. سميتها نسيتها. اش كداوي ما عرفتيش نسيتها هي شفتها ديك النهار صافي نمشيو نقلبوا عليها في الدار. تقلبوا على سميتها. هنا زوين شو كاين هنا سبحان الله خارج من الجبل واحد داير بحال السور بحال سور الصين العظيم. شو راه هو وراك الدوار آيت الحسن في الفوق. وغنمشيو دابا نقربوا لشي شلالات سميتهم شلالات آيت الحسن. وراه هنا ما كيجدني الفيرتيج نحاول نتجبد باش نوريكم لتحت غارق. زلقتي هنا صافي مشيتي بسلامه غيطفي عليك الضوء والماء. ما عرفتش كتسمعوا الصوت تاع الماء مي ها هابط راه هو ما عرفتش كيبان لكم. ها هو دابا نقرب ليه. ها هو الماء هابط كثير. باش تعرفوا انا ساكنه في واحد المنطقه فيها جو شبه صحراوي اكادير. نشوف الماء بحال هكا غادي في الطريق راه كتجيني في شكال ونخالي. كاين هنا جميع انواع الاشجار شكال الديكور. الناس اللي كيقلبوا على لي كريستو بيلاورات او الاحجار الكريمه كيقلبوا على بحال هاد البلايص كيكونوا واحد شقوق في الارض وكيكون خوا بين هادوك الشقوق. فهداك الخوا كيطلعوا منه غازات وهادوك الغازات كيكون معاهم ولا فيهم مواد اللي كيخليو لي كريستو ولا بيلاورات باش يتكونوا. والناس اللي كيقلبوا على الاحجار الكريمه كيقصدوا بحال هاد الشقات اللي وريتكم اولا غار بحال هذا حتى هو كيكونوا فيه احجار كريمه. جيت من هنا اللي بغيت نوريكم هو هذا المنظر هذا. شو الغابه في تحت شو الفوق كي داير. اللي كنقول لكم سور الصين العظيم راه سور الصين العظيم. هذا دار كي السور غادي مع الجبل كامل. هذه عرفتي هذه اللي كنشوفوا في فان كليف ديك الورده اللي كتكون ثلاثيه رباعيه في داكشي مجوهرات ديك المجوهرات. هذه مناش جابوها. واش سميتها هذه فان كليف ولا سميتها اوكزاليس ولكن فان كليف من هذه مناش اخترعوا داك الشكل ديالهم هي هذه دابا غادي غيوصل وقت المغرب غادي تسد. ياه شجرة العنب هذه ورقة شجرة. شكون هو؟ هذا
هذا هو الجدر ديالها جاي من هنا. الاخرين كيف كيدير خروب خروب. صافي. هنا ما عرفتش الصراحه واش كيتسمع الصوت ديالي بكثره المياه، مي هنا كاين واحد كميه د الماء كثيره اللي ما تخيلتش انا الصراحه لحد الان. ما تخيلش ان حدا اكادير راه حدا شحال ما كاملاش ساعه في الطريق ولا ساعه وشي حاجه كاين بحال هاد المناظر اللي الناس كيمشيو لهم كيقلبوا عليهم في بني ملال الشمال ولا شي حته بلاتي راه الغيس الماء كثير لا نزلق ولا شي حاجه. كاين شلال هابط. نمشي لكم ليه دابا. انا لحد الان ما قادراش نتخيل ان هذا الشيء كاين حدا دارنا. خصني نمشي ندوز للجهه الاخرى. كيبان لكم الشلال اللي باغا نوصل ليه راه هو ما عنديش فين نشد. شوف راه هادشي في شكل ديال بصح والشجر وما الظل ما كنشوفش، ما كتبانش السما ما كتبانش. سي ابين كتبان لك شويه ديال السما كثرت الغابه ترى شويه. كنتخيل هنا غيخرج ليا منه شي سباع ولا شي حاجه. ما كثرت ما هادشي ما مولفاش. ما تخيلتوش انه غيكون حدا اكادير اللي كان كما كنقول لكم انا ساكنه في منطقه شبه صحراويه. ما عارفاش منين ندوز راه كنلوح رجليا وهادشي ما عرفتش شاد ولا لا. واه واش كتسمعوا؟ ما عرفتش كتسمعوا ولا ما كتسمعوش. لا شوف الشلال شوف كيما كيتخوى. صراحه ما عرفتش هاد الماء مالح ولا سخون، بغيتي مالح ولا حلو. بغيتي ندوق. الماء حلو، الماء تقدر تشربو. هذا نشوفو غابه ما كاين حد، ما كاين حد. هذا الشلال ايت ابراهيم كاين حدا فيلاج ايت ابراهيم. فيلاج راه خليناه في شي قنت هنا الفوق بعيد شويه. كاين في جبل اخر، كاين في جبل اخر على ديك الجهه هنا. هنا خليكم تستمتعوا بالمنظر تاع الشلال في هذا الفيديو اللي صوروه خالد هشام، وتحيه ليه من هذا المنبر. انا هنا برفقه بنت خالتي اللي هي معجبه بالنباتات. كما شفتوها راه طول الوقت وهي كتعطيني معلومات على النباتات اللي كنتلاقاو في الطريق، وهنا كتجمع نباتات اللي غتمشي تزرعهم في دارها. لقينا مع خل مريض. هادي الا شتيهم داير بحال فيه لي طراس ديال العافيه، بحال شعله فيه العافيه، ولكن راه ماشي علاش فيه العافيه، راه مريض. اش كي داير؟ وهذا بقى اخترت كتلقى لتحت هنا شعله فيه العافيه، وكتقول شكون اللي غيجي بحال هاد البلاصه ويشعل العافيه، وما راه كيشعل العافيه باش يحيدوا منها المرض. مسكينه. لقينا القصب، انواع من القصب رقيق. القصب رقيق داير الورده في الفوق، داير بحال ازماي ولكن ماشي ازماي. لا عقلتو في الفيديو الفايت داير بحالو ولكن ماشي هو. لقينا ازماي، ايوا ازماي عاوتاني ازماي جربي. ياي عاوتاني ازماي. شو عندنا المستنقعات حدا اكادير. شنو ما كيداير؟ انا تخرج لي فيه دابا شي اناكوندا، راه مشاو خلاوني كنسمع صوتهم. الماء في الارض غادي. دابا تخيلوا معايا هادشي راه كنوريكم حدا اكادير. الناس اكادير ساكنين فيهم حياتهم كامله عمرهم ما عرفوا واش كاين بحال هادشي حدا اكادير. تشوفوا كاينه واحد الغار ما عرفتش ديالها، شتي حفره في الارض.
واش حجره خرجت من هنا ولا شي واحد اللي حفرها؟ لا فيها العشب العنكبوت لداخل. هي ديك العنكبوت هذيك. العنكبوت. وصل؟ لا 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 هذاك الشيء غير ديال شي كائن. شي حاجه عرفتي هنا كاينه واحد الظاهره اللي عمرني شفتها في حياتي اول مره، اللي هي كاين هاد الماء هذا راه كيجي من هاد الشلال، وهاد الشلال هذا المنبع ديالو بعيد على 3 كيلومتر، وغير هاد الهبطه راه ما كتبانش هنا في التصويره، ولكن راه تقريبا قول عماره فيها 6 ديال الطبقات، 6 كيجي هابط هنا وكيهبط الماء بارد مكلاصي ومالح. والحاجه الاخرى اللي في شكل كاع هو فاش كتجي حداها، ها هي وكتجي لهنا هاد البلاصه هادي حداها كاين واحد المنبع اخر اللي الماء ديالو سخون وحلو، راه زعما منبع ما حدامه ولكن مختلفين تماما. وهذا فيه الحوت، راه ما عرفتش كيبان، راه كاين فيه الحوت كيعوم، شفت الحوت وكيجيو كيتخلطوا هنا وكيعطينا داك الماء اللي شفنا من البدايه تاع الفيديو. راه دقتو قلت لكم حلو، وراه ماشي حلو فيه شويه د الملوحيه. علاش الملوحيه تتخلط مع هذا اللي كتشوفوا هذا حلو. والناس راه كما كتشوفوا مدوزين فيه التيوات مدين الماء باش يشربوه في ديورهم. واحد الحاجه اللي في هذه البلاصه الماء ديالو عامر بالماء عادي، داكشي علاش في هذه المنطقه الناس كيعانيو من الحجر في الكلاوي في الجسم ديالهم كاملين ديما ساكن. وجا حاجه اخرى عاوتاني هو كلشي مشاو خلاني ما كاين حس. كنت نشوفهم واقفين في هذا الفوق هذا ما كاينينش فين مشاو والله اعلم. ما كنسمعوش، كنسمعهم يضحكوا، راه وقيلا تخباو عليا. ما جاوبني حد، دابا يخرج لي عاوتاني. او ماي جاد شي واحد مغاير. حاجه اللي ما كنحملش نشوف وتكون بحال هكا في منظر زوين واعر وتلقى شي واحد دار بحال هذا الشيء، زبل خلاها هكاك زبل، ميكا ديال الزبل خلينها في الطبيعه. والله حتى حشومه هادشي حشومه، هادشي ما كيدارش. لقينا واحد المزرعه صغيره، مزرعه سعيده، شي واحد زرعها هنا وخلاها حدا الشلال، زعما المزرعه ديال البريستيج. المهم صافي غادي نرجعوا في حالنا ونتلاقاو في الرجوع بسلامه. في هاد القريه اللي سميتها الما لقينا جوج الاشخاص ماشي مغاربه كيحاولوا يصطادوا شي حاجه، وواحد فيهم قبل انه يعطيني معلومات على النشاط اللي كيقوم به. Hello. Hello. What are you doing? Well, I'm looking for wild bees. Bees, especially bees, not any insects. So I mostly focus on bees, but I also collect some wasps as well. You're a collector or Well, I'm a scientist. scientist? Okay, where are you from? Well, I'm originally from England, but I study the diversity of bees and wasps around the world. Okay, what made you like came to here to this area? Well, specifically, we have been over near Zagora in the desert. Zagora, Yeah. But it has become cloudier, so we have come to Agadir to get to the sun. Okay, how did you know that there is like insects that you're looking for in here? In here specifically, or in Morocco? In here specifically. Just because there's a lot of lavender. Oh, okay. Lavandula, and it's very good for bees. Okay, There's okay. lots of nectar. Okay, what's your name? Sorry, I didn't ask that. Thomas. Thomas, nice to meet you. I'm Sarah. Nice to meet you. Okay, thank you so much.